السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. قبل ما ابدأ معاكم احب اشكر كل حبايبي الجداد اللي شرفوني في القناة. اما بقى بالنسبة لوصفة البسيسة الجميلة اللي قدام حضراتكم دي، مقاديرها بسيطة جدا وطريقتها سهلة جدا. طبعا طعمها بيبقى رائع في الجو الشتوي ده مع كوباية شاي، يعني حاجة جميلة جميلة جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله قد ايه لونها فاتح ومرتفعة وفي منتهى الروعة. شايفين جمالها؟ إن شاء الله تجربوها بالمقادير دي وتنور رضاكم. يلا كده نبتدوا مع بعض. في طبق بقى وهبدأ أنزل بكوباية ونص من دقيق الذرة الأصفر. نزلت بكوباية وهنزل كمان بنص كوباية. بعد كده هنزل عليهم بكوباية من الدقيق الأبيض، دقيق المخبوزات عادي خالص. دي بقى علشان تعمل للكيك عرق كده ويبقى متماسك. هنزل هنا بباكو كده من البودر. بعد كده رشة من الملح ورشة من الكربونات. رايحة أقلب بقى المواد الجافة كده كلها مع بعضيها. بعد كده رايحة أنخلها كويس قوي. ممكن تلاقي في الدقيق الذرة الأصفر ممكن تلاقي قشرة، ممكن تلاقي حباية ذرة، فلازم تنخلي الدقيق كويس قوي. وكمان كل ما بتنخليه أكتر بيديكي هشاشة أكتر. بعد ما ركنت بقى المواد الجافة هبدأ في المواد السائلة. معايا هنا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. لو البيض عندك حجمه كبير ممكن تستكفي ببيضتين. بعد ما نزلت بالبيض هنزل بكوباية كده من عصير البرتقال، ممكن تستبدليه بباكو من بودر البرتقال. بعد كده هنزل بكوباية كده من السكر. بعد كده هنزل بكوباية إلا ربع من الزيت. طبعًا بعد الزيت أنا نزلت هنا بورقتين من الفانيليا. طبعًا بعد ما حطيت كلّه الخليط في الشفشق ضربته كويس جدًا لمّا بقى أبيض وهش بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده. بعد كده بقى هانزل بالخليط على الدقيق. هانزل بالكمية كلّها. الكمية مضبوطة جدًا والمقدار مضبوط جدًا. نزلت بقى هنا بالخليط. بتبدئي بقى تقلّبي في اتجاه واحد، وخلّي بالِك كده قلّبي بالراحة علشان إيه، كمية الهوا اللي ضربناها كده للخليط أثناء الضرب ما تخرجش. بعد بقى ما قلّبنا كويس وبقت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، في صينية بقى كده مدهونة مادة دهنية، فردت فيها ورقة من الزبدة وبدأت أنزل بكمية الكيك. شايفين بسم الله ما شاء الله جميلة جدًا. طبعًا في الوقت ده أنا مسخّنة الفرن على درجة حرارة 180. بتدخّليها في حدود 30 أو 35 دقيقة أو على حسب درجة حرارة فرنِك. قبل ما بتدخّليها الفرن بتدّيها كده خبطتين عشان لو في أي مسام واسعة أو حاجة. بعد ما بتدخّليها 30 أو 35 دقيقة بتطلع معاكِ بالجمال ده. شايفين بسم الله ما شاء الله قد إيه هشة وجميلة جدًا. طبعًا بتطلّعيها من الفرن قبل ما بتقطّعيها بتسيبيها تبرد وتهدى تمامًا، لإن البسيسة غير الكيكة. البسيسة بيبقى فيها كمية من دقيق الذرة فبتبقى مفرولة كده. فلمّا تسيبيها تبرد وتهدى بتيجي بقى تقطّعيها بتلاقيها جميلة جدًا. في الجو البرد ده بقى مع كوباية شاي بألف هنا. حبايبي يا رب كده أكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم.